فيلمنا النهارده بيبدأ سنة 2011 لما بيكون أبطالنا بيجهزوا شنطهم علشان يقضوا عطلة نهاية الأسبوع، وبتتفاجأ دانا بصديقتها جايل اللي غيرت شكل شعرها تماما وصبغته باللون الأصفر. وبتبدأ جايل تشجع دانا على الرحلة وبتقول لها أنا هعرفك على صاحبنا الجديد اللي أكيد هتقعي في حبه. ووقت ما هما بيتكلموا بيوصل كيرت حبيب جايل وبيحدف عليهم كورة على أمل إنهم يمسكوها، ولكن ده ما حصلش وما عرفوش يمسكوها، ومسكها صاحبهم الثالث هولدن اللي كانت هتخبطه العربية وهو بيمسكها. وبيقول كيرت للبنتين ان هولدن هو احدث المنضمين لفريق كرة القدم في الجامعة، وبيعرفهم انه هيجي معاهم الرحلة دي، وبالفعل بيبدأوا يجهزوا شنطهم للرحلة. وفي الوقت ده بيوصل مارلي وهو سايق عربيته وعمال يشرب سجاير، ولما بيسألوه عن الشنط بتاعته بيقول لهم انا مش محتاج علشان انا معايا الكوباية بتاعتي ودي بصراحة كفاية ونعمة قوي على كده. وبالفعل بيبدأوا رحلتهم على الطريق وهم مش عارفين مدى الخطر اللي مستنيهم. وبنشوف اتنين علماء اسمهم جاري وستيف وهم داخلين أوضة التحكم في المختبر، وبيقابلوا حارس الأمن ترومان وقدموا له نفسهم والباقي الناس اللي في المختبر، وبيروحوا وبيقعدوا قدام الشاشات علشان يراقبوا مجموعتنا من خلال كاميرات الأقمار الصناعية. فيا ترى بقى بيراقبوهم ليه؟ المهم بعد كام ساعة كده بيوصل أصحابنا للكوخ اللي هيقضوا فيه العطلة، وبيكونوا مبهورين جدا من حلاوة وجمال المكان اللي هم فيه. وبيوصل هولدن لواحدة من الغرف وبيشوف لوحة مقززة لناس بيقطعوا في أعضاء حيوانات برية بشكل بشع جدا، فمش بيقدر يستحمل المنظر وبيقرر إنه يشيلها. وأول ما شالها ظهرت وراها مراية عكسة بتبين دانا وهي في أوضتها، وبينده على باقي المجموعة علشان يوريهم الحاجة الغريبة اللي هو اكتشفها. فبيقول له كيرت إنه هتفقد باقي الأوض علشان يشوف في مراية تانية زي دي ولا لأ، وعلشان يحسسوا دانا بالأمان بيقرر هولدن إنه ياخد شنطته وينقل في أوضة تانية وتيجي دانا في أوضته. ولما بتيجي دانا علشان تنام في الأوضة بتقرر ترجع اللوحة علشان تداري المراية، وساعتها بتشوف نفس المنظر الصعب بتاع أعضاء الحيوانات، فبتقرر تغطيها بحتة قماش. وبيكون العلماء عمالين يراقبوا اللي بيحصل، وبتقول ويندي إنها لقت طريقة مثالية علشان تقلل من المراقبة، وبيبدأوا يراهنوا بعض على إنهم هيقعوا في الفخ، ولكن ترومان بيقول لهم مفيش لازمة للرهان لأن في الآخر هم اللي هيتحكموا فيهم كلهم. وبيقول له ستيف انهم هيوصلوا للطابق الاول وهناك بقى هتبدأ رحلتنا. وفي الكوخ بيكون اصحابنا بيستمتعوا بوقتهم وعمالين يسمعوا موسيقى، وفجأة بتفتح فتحة لقبو صغير في الأوضة وبيروحوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. ولما بيشوفوا الفتحة بتتحدى جويل دانا انها تنزل القبو ده لوحدها، فبتقبل دانا التحدي وبتنزل وهي معاها كشاف لانها كانت خايفة. وهناك بتشوف اغراض والعاب غريبة لاصحاب الكوخ القدام، ولما لفت وشها شافت صورة لبنت صغيرة فبتصرخ من الخوف وبينزل صحابها علشان يشوفوها. وبعد ما بيهدوها بيبدأوا يتفقدوا المكان وبيشوفوا حاجات غريبة وقديمة منطورة في كل مكان. وبتلفت دانا انتباههم انها لقت مذكرات مكتوبة من سنة 1903 مكتوبة بخط واحدة اسمها أنا باكنر، وبيكون مكتوب فيها الأحداث والحاجات الغريبة اللي حصلت واللي أدت لتفشي مرض غريب ولعنة في العيلة كلها دمرتها بالكامل. وعلشان تسيطر على الوضع قررت أنا إنها تقدم تضحية وقطعت دراعاتها الاتنين وقدمتهم قربان للعنة دي، وبعدين انتحرت وهي بتقول إنهم يوما ما سيعودون من الهلاك وسيتكرر الألم الذين شعروا به. وأثناء ما بيكملوا قراية سمع مارتن همسات غريبة فقال لهم إننا من الأفضل نبطل قراية ونطلع من المكان ده بسرعة، ولكن دانا مش بتسمع له وبتلاقي كلام مكتوب باللاتينية فبياخدها الفضول إنها تقرأه، فبيقول لها مارتن بلاش وكفاية علينا اللي حصل، بس دانا بتكمل وبتقرأ آخر كلمة. وفي الوقت ده بيقوم أفراد عائلة باكنر من القبر وهم زومبي وبيبدأوا يتحركوا ناحية الكوخ، وبيحتفل العلماء إن الوحوش قاموا من الموت، وبيسمي جاري قطاع الصيانة بقطاع الصيانة الكسبان لأنهم كسبوا الرهان. وبيبصوا للشاشات وبيقولوا إن ده اللي حصل في البلاد ما عدا منطقة طوكيو، وبيظهر إن اللي بيحصل ده بيحصل في كذا مكان في العالم. وبالليل بيكون أصدقائنا بيحتفلوا وبيرقصوا، وبيبدأ كيرت وجويل يتكلموا بأسلوب فيه تكبر لدرجة إن كيرت بيتنمر على هولدن وبيتضايق الباقيين من اللي بيحصل ده، فبياخد كيرت جويل وبيطلعوا بره يتمشوا. ومن هنا يا عزيزي بتبدأ الأحداث المشوقة والجنونية، وبيكون العلماء بيراقبوا اللي بيحصل وبيطلعوا غاز من الغابة يخلي كيرت وجويل يقربوا من بعض أكتر علشان يفقدوا انتباههم. وفجأة بيظهر
زومبي وبيضرب سكينة في ايد جايل وبيبدأ يجرها على الارض، فبتبدأ جايل تصرخ من الألم والخوف، وبيضرب كيرت واحد من الأعداء وبيوقعه، وبيكون لسه هيجري على جايل ولكنه بيضرب بالنار في ظهره، فبيلف نفسه وبيضربه وبيروح علشان ينقذ حبيبته، ولكن ظهر زومبي تاني وضربه بسلسلة مليانة شوك، فبيحاول كيرت يتخلص منهم، وبيحاصر جايل 2 زومبي وبيخلصوا عليها قدام عينين حبيبها. وفي الوقت ده بيروح ستيف ناحية رافعة وبيحركها، وبيبدأ دم جايل يملى نقش موجود على الحيطة في نفس اللحظة. أما في الكوخ فبيكون باقي المجموعة مش عارفين حاجة عن اللي بيحصل، وبتروح دانا عند هولدن اللي بيكون لسه بيقرأ المذكرات اللي لقوها في الطابق السفلي، وبيحاولوا يفهموا الرسالة اللي كتبتها باكنر ليهم. وبيكون مارتي في اوضته عمال يقرأ في كتاب من كتب الأطفال، وفجأة بيسمع نفس الأصوات اللي عمالة تهمس، فبيبدأ يلغوش عليها وبيسيب الأوضة وبيطلع علشان يمشي. وهناك بيقابل كارت اللي بيقول له ادخل الكوخ بسرعة، وبيطاردهم كمان زومبي علشان يمنعهم من الدخول، ولكن كارت بيضربه وبيوقعه على الأرض، وبيقدروا أخيرا يدخلوا وقفلوا على نفسهم الباب بسرعة، ولاحظوا ان كيرت متغطي بالدم. فبتسأل دانا عن صاحبتها، فبيقول لها كيرت انها اتقتلت من الزومبي، فبتقول له انا مش مصدقه الكلام ده وهطلع ادور عليها بنفسي. ولسه بتفتح الباب بتلاقي زومبي عملاق في وشها وبيرمي لها راس جايل، وساعتها بتبدا دانا تصرخ، وبيجري الشباب علشان يقفلوا الباب بسرعه في وش الوحش ده علشان ما يدخلش، وبيسالوا بعض ايه اللي بيحصل ده. فبيقول مارتي ان المخلوق ده شبه المواصفات اللي قرأوا عنه في الكتاب، وبيعرفوا ان المخلوقات دول افراد من عيلة باكنر اللي رجعوا للحياة من خلال الصلاة اللاتينية. وبيقول لهم كيرت احنا لازم نكون كلنا سوا ونقفل الابواب والشبابيك علشان نفضل في امان، ولكن العلماء مش عايزين ده يحصل، فبيرشوا على كيرت مادة كيميائية وبيخلوه يغير رأيه، فبيقول لهم احنا لازم نتفرق علشان نغطي البيت كله، وبيوافقوه كلهم. ولما بيلاحظوا ان الزومبي بدأ يكسر الباب بيتفرقوا كلهم على اوضهم، وبيدخل مارتن لأوضته وبيقفل الشباك، وبالغلط خبط في ترابيزة ووقع من عليها الكشاف، ولما بيبص بيتصدم لانه اكتشف ان في كاميرا موجودة في المكان. ولما بيكون لسه بيفكر بيكسر واحد من الزومبي عليه الشباك وبيخطفه لتحت، وبيبدأ يهاجمه بالكوباية المعدنية اللي معاه، ولكن لما لاحظ انه ما تأثرش سابه وجري، بس الزومبي ما سابوش ومشي وراه وضربه بسكينة في ظهره وخلاه مش قادر يتحرك، وبيجر الزومبي للغابة وبيخلص عليه هناك. وبيبدأ ستيف مرة تانية يشغل الشفاط وبينزل دم مارتي في النقوش مرة كمان، وبيتولد زلزال في المكان لمدة كام ثانية كده. وبنروح لدانا في أوضتها اللي بتكون بتحاول تزق الدولاب علشان تمنع دخول الزومبي، ولكن بيقدر واحد من الزومبي انه يضرب الحيطة بمنشار، فبتسيب دانا المكان وبتطلع تهرب. فبيجي لها هولدن وبيساعدها في سد الشرخ اللي عمله الزومبي، وبيرفع السرير وبيحطه على الحيطة، ووقتها بيكتشف وجود سرداب تاني تحت البيت، وبيدخلوا الاتنين للمكان، وهناك بيشوفوا آلات تعذيب وأسلحة كتيرة، وبيدركوا ان ده المكان اللي اتقتل فيه عيلة باكنر. ولما بيكون هولدن بيدور على مكان يخرجوا منه بيجيله وحش باكنر وبيمسكه بسلسلته علشان يخلص عليه، ولكن دانا ما بتوقفش تتفرج وبتجيب سكينة وبتبدأ تضرب بيها الوحش في صدره لغاية ما خلصت عليه. وفجأة بيظهر كارت وبيقول لهم تعالوا بسرعة انا لقيت مكان الخروج، وبياخدهم علشان يركبوا المقطورة. وفي نفس الوقت ده بيكون العلماء شايفين ان في وحش تاني اتقتل، ده غير ان الوحش اللي في مدرسة طوكيو اتهزم وتحول لضفدعة، وبيكونوا زعلانين لان خطتهم بتفشل. وبيقول ستيف ان الشاحنة في طريقها للنفق دلوقتي، ولما بيتفقدوا الكاميرات بيلاحظوا ان الحاجز الافتراضي اللي هم عاملينه للأسف متعطل، وساعتها بيدرك جاري انهم فقدوا الاتصال، فبيجري بسرعة ناحية المختبر علشان يحاول اعادة تفعيل الحاجز، وبيكون اصحابنا قربوا يهربوا. وفي اللحظة الاخيرة بينجح جاري في تشغيل المتفجرات وبيفجر الممر، وبتقف الشاحنة وبينزلوا كلهم علشان يفكروا في حل. فقال لهم كيرت انه ممكن يستخدم الدراجة النارية وينط من فوق الصخور دي، ولما يهرب هيجيب الشرطة ويرجع علشان ينقذهم. ولما ركب الموتوسيكل وانطلق علشان ينط الحاجز حصلت حاجة ما كانتش متوقعة، وده لانه خبط في حاجز وهمي معمول ومخفي في المكان ده من العلماء، فوقع كيرت من
ارتفاع مئات الأمتار هو والموتوسيكل في النفق، ومات وسط صدمة وحزن من كل أصحابه اللي مش مصدقين اللي بيحصل لهم. وزي ما حصل قبل كده بيتكرر تاني، وبينزل دم كارت في النقوش اللي موجودة في المختبر، وبيرجع الاتنين الباقيين للشاحنة علشان يدوروا على طريق تاني للهروب. ولكن فجأة بيتصاب هولدن في حلقه من وحش من الوحوش وبيموت فورا. وساعتها ما بيفضلش غير دانا اللي وقعت في النهر هي والعربية، وبيحاول زومبي انه يمسكها من رجلها علشان تغرق، فبتضربه برجليها وبتقدر تهرب للسطح وما بتلحقش تاخد نفسها، وبيجيلها الزومبي تاني وبيبدأ يهجم عليها. وبيبدأ العلماء اللي في المختبر بالاحتفال بالنتيجة اللي وصلوا لها، وانهم كده كده خلصوا عليهم كلهم ومش فاضل غير واحد بس ستيف بيجيله مكالمة ان في 2 عايشين مش واحد بس، وبيقول لهم وقفوا الاحتفال. فيا ترى مين فيهم اللي لسه عايش؟ المهم بنرجع لدانا من تاني، وبيكون الوحش خلاص في طريقه علشان يخلص عليه، وبتفقد الامل انها تعيش. ولكن فجأة بيظهر مارتي وبيضربه بالكوباية بتاعته، وبتمسك دانا لوح خشبي وبتضرب بيه الزومبي، وبياخد دانا وبيهرب. وبتكون لسه الزومبي بتطاردهم في الغابة، فبيكشف مارتي عن مخبأ تحت الارض وبينزلوا فيه، وبتلاحظ دانا ان في بقايا بشرية لسه بتتحرك، فبيقول لها مارتي ان ده الزومبي ودي الطريقة الوحيدة اللي نوقفه بيها. وبيلعب مارتي في لوحة الكهرباء وبيقدر يشغل المصعد، وبيقول واضح ان في حد معين هو اللي بعت الوحوش دي علشان يخلص على المجموعة كلها. وبيقول لها انا هخلي المصعد ينزل بينا لتحت علشان نعرف ايه اللي بيحصل هنا. وبالفعل بيبدأوا ينزلوا وهم ماسكين في ايديهم دراع لواحد من الزومبي، وفجأة بيقف بيهم المصعد قدام مراية، فبتقرب دانا علشان تحاول تشوف حاجة كده، فبيظهر في وشها ذئب مرة واحدة، فبترجع لورا، ولكن بنكتشف انه موجود ورا الازاز وما يقدرش يأذيهم. وبعد شوية بيظهر مخلوق كده قدامهم وكأنه بيطلب منهم المساعدة. وفي الدور اللي بعده بيقابل مارتي بنت صغيرة، ولما بتلف وشها بيطلع كله بق كبير ومليان أسنان مرعبة. وبعدين بيظهر لهم راجل ضخم ووشه كله شفرات وماسك في ايده كورة صغيرة، وبيكتشفوا ان هم اللي اختاروا الوحوش اللي اتفاعلوا معاها، وانهم مش في المصعد ولكنهم في سجن مليان بالوحوش اللي بتعرض عليهم علشان يستخدموهم كتضحية في المختبر. وبيكون العلماء اكتشفوا وجود الناجين وبيطلبوا فرقة تروح لهم بسرعة علشان يخلصوا عليهم. وبيكون دانا ومارتي وصلوا للطابق السفلي، فبيدخل عليهم فرد امن وهو ماسك مسدس في ايده، فبيمسك ايد الزومبي اللي كانت معاهم وده بيعمل له الهاء. وبيستغل مارتي الموقف ده وبيندفع عليه بسرعة علشان يقتله، وبياخد مارتي السلاح منه وبيبدأوا يتحركوا في المكان علشان يشوفوا طريق الخروج. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت واحدة بتكلمهم وبتقول لهم يستسلموا، وبتعرفهم ان تضحيتهم لازمة علشان يمنعوا حدوث حاجة اكبر في العالم ولازم يكونوا ضحايا. وفي الوقت ده بتوصل الفرقة وبتحدد مكانهم، وبيهرب دانا ومارتي لأوضة تانية وبيستخبوا تحت مكتب لوحة التحكم، وبتبدأ الفرقة تضرب عليهم نار. وبتكتشف دانا ان تحت ايديها لوحة تحكم كاملة بالسجن كله، فبتقرر تطلق سراح كل الوحوش على الفرقة، وفعلا هو ده اللي حصل. وساعتها طلعت مئات الوحوش عليهم وقتلوهم كلهم في ثانية، وبتبدأ الوحوش تتحرك في المنشأة كلها وبتخلص على كل الموظفين اللي موجودين. وبيكون منهم ستيف اللي طلع سلاح وبدأ يضرب عليهم النار، ولكنه بيقع هو كمان وبيتقطع لأشلاء صغيرة. ولما بيشوف واحد من الجنود اللي بيحصل ده بيشد فتيلة القنبلة وبيفجر نفسه هو والوحش، وبيطير عالم بسبب الانفجار وبيكون مش قادر يتحرك. ولما بيفتح عينيه بيشوف وحش ضخم في وشه وبيبلعه وهو حي. وبيكون جاري ويندي استطاعوا الدخول لفتحة آمنة في المكان، بس قبل ما يهربوا بيقدر تعبان عملاق انه ياخد الست دي وياكلها. وبيكون جاري الوحيد هو اللي عايش، ولكن وهو ماشي بتقابله دانا وبتضربه بخنجرها في صدره وبتقتله. وبالشفها يا عم جاري، ما هو برضه يعني من اعمالكم صلت عليكم. المهم بيكمل دانا ومارتي بحث عن طريق للخروج، وبيوصلوا للغرفة اللي فيها النقوش اللي كانت بتتملي بدمهم. فبتيجي القائدة الغامضة اللي كانت بتكلمهم وبتقول لهم ان الطقوس دي لازم تتم بالترتيب، وعلشان كده كانت جايل هي اول واحدة اتقتلت، وبعدها الشاب الرياضي كارت، وبعدين هولدن، وبعدين مارتي، واخرهم دانا اللي ممكن تعيش وممكن تموت. وبتقول لهم انهم لو فشلوا في تضحيتهم هيقوم حكام الشياطين اللي حكموا العالم في يوم من الايام وهيحتلوا الارض من جديد. فبيحس مارتي ان عندها حق ولازم التضحية تتم، وبتمسك
دانا المسدس بتاعها وبتوجهه ناحية مارتي لأنها مش عايزة العالم يتدمر، ولكن فجأة بيظهر وراها مستذئب وبيعضها وبيقع السلاح منها، فبيجري مارتي على السلاح علشان يقتل المستذئب ويضرب النار عليه، وبيدخل في معركة مع القائدة اللي عايزة تاخد منه السلاح. وفجأة وهم بيتقاتلوا بتظهر بنت باكنر اللي بتكون رايحة تقتل مارتي، ولكن مارتي بيميل كده وبتيجي الضربة في قائدة المنظمة، فبيستغل الفرصة وبيزق الاتنين في الهاوية. وهنا بيقف مارتي ودانا وهم شايفين ملوك الشياطين وهم بيخرجوا من مكانهم. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وأفلام جديدة. سلام.